مجموعه نتاع معاقين اليوم جينا قدام مجلس النواب باش نحتاجوا على القانون الجديد اللي هبط نهار 3 ديسمبر 2023. قانون جائر وقانون اقصانا كومبليتمون من باش ما عادش نجموا نهبطوا سيارات لذوي الاحتياجات خاصه. ماذا بينا يتراجعوا فيه قانون ضايع خاطر ظلمنا وحطونا شروط تعجيزيه بريسك الامتياز الجبائي فرغوه من المحتوى بتاعه. اليوم هانا جينا باش نحتاجوا باش نوصلوا صوتنا. ان شاء الله النواب باش يعملوا مبادره تشريعيه باش يشوفوا لنا القانون هذايا، وان شاء الله نداء الى السيد رئيس الجمهوريه باش يشوف لنا الحكايه هذيا خاطر رانا تظلمنا. الدوله ماهيش موفرت لنا وسائل نقل عموميه باش نطلعوا فيها كيما العباد الكل. احنا خذينا على عاتقنا وخذينا شارج باش نجيبوا كراهب من برا باش نجموا نتاقلموا في الحياه وباش نجموا نكونوا عناصر فاعله في المجتمع. يا اخي القانون هذايا معناها جانا اقصانا كومبليتمون عباره معناها حكم علينا باقامه جبريه في ديارنا، ما عادش نجموا نتحركوا، ما عادش نجموا نخدموا، ما عادش نجموا نعملوا حتى شيء. لذا نداء الى السيد رئيس الجمهوريه باش يتراجع باش يشوف لنا القانون الجديد هذا اللي ظلمنا، وان شاء الله يسمعوا صوتنا وان شاء الله يتراجعوا على القانون هذايا وموا على الاقل نجموا نتاقلموا في المجتمع. واحنا رانا فئه ماذا بينا يرجعونا القانون القديم وقانون 2017 ان شاء الله يرجعونا. فهمنا عليها واللي اقترحتوهم انتم مر القانون على مكتب المجلس، تبقى شويه معناها يمكن سوء تفاهم صار اللي القانون هذاك معناها معمول على 10 من الناس اكاهو كانوا في المستودع. وقت دخلت في الامور انه خويانا والله عيب وعار ان الطبقه هذه الطبقه الهانديكابيه هذه كل مره واحنا قدام البرلمان، والله عيب قدام الدول المجاوره وغير المجاوره. احنا نرجع القانون القديم اخويا، احنا كنا نطمح المخير مش ترجعني تضر المعاق. هادي راه في حاجه ليها احنا السيارات، راهو ثم ليدو مخصوصه، ثم ساقه مخصوصه، ثم نعم في الدياليز وما ادراك من الدياليز، ولذا رجعوا القانون يهديك براو عيب راو عيب راو عيب. السلام عليكم. احنا جماعه ذوي الاعاقه فهمتوا اللي عندنا صغار والنقل في تونس متردي معناها تحت صفر، وكان عندنا قانون هذايا نتاع المعاقين ينصفنا ونجموا نجيبوا كريبات معناها نص الدارس نهزوا عليهم صغارنا للمدارس، ويعلم بينا كان ربي لا كارت حبسنا لا الواجد حبسنا واللي الكروسه واللي في بروتيز حصيل. احنا نحبوا ترجعونا القانون القديم تاع 2017 خلينا نتمتعوا بالكراب ويرحم والدي كما كنا. القانون ونسلم والله القانون عدى على المجلس الجمعه اللي فاتت، تبقى معناها كما كنت نفسر للخويين معناها مجرد سوء تفاهم اللي هو تزامن وقتها مع بعض الخويين كانوا يخرجوا في سيارات في مستودع بن عروس. معناها شو قال لك يمكن القانون هذا باش يتعمل على 30 ولا على 10 هذوما معناها اللي مازالوا في المستودع. مجرد قلنا معناها سوء تفاهم، وقدرة ربي معناها الجمعة الجاية في أول جلسة للمكتب المجلس سوف يمر القانون للتباحث والدراسة معناها على حسب ما يتماشى مع الناس هذوما. هاكم تشوفوا اليوم الاقتراحات نتاعهم معناها على ارض الواقع. قال لك اخويا معناها التراكيب الجديده اللي صدرت جديده ما تتماشاش معانا، فهمت؟ ومطالبين بتسهيل معناها من الدوله تسهيل ان يسهلوا لهم هذا التسريح. هما جاوا نص متعاق تفلوس المعاق ما نضروش عضو المحلي على جزيرتنا على ذوي الاعاقه نمثلهم. احنا جينا هنا في وقفه احتجاجيه لتعبير عن الغضب نتاعنا والتنديد نتاعنا بالقانون الجائر هذا نتاع استيراد السيارات اللي هو يفرغ الامتياز الجبائي من محتواه، وبالتالي يخلي المعاق معناتها في ادنى درجات الحضيض. يعني المعاق في تونس ولا درجه ثالثه، وراه كيما ربي ابتلانا راهو عادي، راهو كيما يكون صحيح تو يلزم يولي المعاق، راهو وكيما يكون تو ماشي بكياس يموت، راهو وعادي، راهو الله عطاه مازال يعطي. احنا ما طلبنا نحبوا ارجاع القانون القديم 2017 عدم تحديد عمر السياره، ما تقوليش 1.6 1.3. اذا كان هو السيده وسيده مريض بارك الله ربي يزيدها وكل شيء، وان شاء الله ربي يزيدها بصحتها، واللي يجي فيها يجي فيها انا ان شاء الله ما نجي حد شيء. اذا كان هي لبس عليها احنا نحبوا الناس تعطينا حقوقنا وترجع لنا القانون القديم، ما تحدديش عمر السياره، ما بويسونس 1 ترجع لنا القانون 2.1 يعني ترجع لنا القانون القديم 2017. هذا المطلب الاول في انتظار بقيه المطالب، لان المعاقين هذا اول مطلب. راهو مازال المطالب الاخرى، ما زالت النقل والصحه والتقاضي، وما زالت المنحه، ما زلنا احنا رانا مش النهارده المره هذه، رانا مش احنا رانا وصلنا للنواب باش نمثلوا الفئه الهشه اللي مسكينه محقوره ودرجه ثالثه ومش حاسبينها. يعني سامحوا لي مع احترامي للكل، في الاوروب الحيوانات عندها حقوق اكثر من احنا في تونس المعاقين.